السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غتعرفوا معايا على طريقه ديال التسجيل في مؤسسه ديال التكوين المهني. بالنسبه للتسجيل غادي يبدا ابتداء من غدا 6 ابريل 2026. غادي يبدا التسجيل بشكل رسمي. لهذا الا كنتي مهتم تبع معنا هذا الفيديو، نتعرفوا على التواريخ، نتعرفوا على الشروط وكذلك الطريقه ديال التسجيل. بالنسبة للتواريخ ديال انتهاء التسجيل بالنسبة للمستوى ديال التقني المتخصص إلى غاية 27 يوليوز 2026. بالنسبة للمستوى ديال التقني، الناس اللي غيدفعوا المستوى ديال التقني عندك آخر أجل اللي هو 7 يوليوز 2026. هذا بالنسبة للمستوى ديال التقني. بالنسبة للناس ديال الكاتريام مستوى ديال التأهيل عندكم إلى غاية 9 يونيو 2026 غادي يسالي التسجيل في مؤسسة ديال التكوين المهني. دابا الناس اللي غيدفعوا المستوى السادس مستوى تخصص، اخر اجل اللي عندكم تقريبا الى غاية نفاذ المقاعد، وهنا كتكون الاسبقية اللي تسجل الاول. وبالنسبة للمدة ديال التكوين كتكون عامين، تقدر توصل حتى ل3 سنين او لا سنتين ونصف. وبالنسبة للمنحة كتوفر غير الناس اللي عندهم البكالوريا، وكذلك بالنسبة للناس اللي عندهم باك قديم راه مقبولين، وكذلك باك حر. السن ما بين 15 سنة و 30 سنة على الأكثر. هادو بالنسبة للشروط إلا بغيت تلتحق بالمؤسسة ديال التكوين المهني. وخليكم معايا تعرفوا على مراحل ديال التسجيل من الاول حتى الاخر. وغادي نقسموا هذا الفيديو لجوج ديال المراحل. المرحله الاولى غنصاوبوا حساب في ماي واي، والمرحله الثانيه نتسجلوا في مؤسسه ديال التكوين المهني. بالنسبه كما قلنا في هذه المرحله الاولى غنقاد واحد الحساب عبر mywy.ac.ma، وغادي ندخلوا لشي متصفح عندنا في التليفون ديالنا او في البيسي، وغنكتبوا mywy.ac.ma. غادي يدينا لهاد الصفحه. هذه هي الصفحه اللي طلع لكم. حنا غندوزو مباشره لهاد انسكريبسيون. اوكي، غنضغطوا عليها تسجيل. هنا غيدينا لهاد لاباج، هنا كيعطينا ندخلوا الايميل والمود باس. حنا مازال ما عندنا حساب، غادي نهبطوا لتحت غنلقاو كريي ان كونط، هادي انشاء حساب جديد. مزيان، هنا غيطلع لينا هاد الصفحه اللي غندخلوا فيها بعض المعلومات الشخصيه ديالتنا حنايا. هنا انت تعمر هاد الصفحه كما مطلوب منك، ما تخلي حتى شي خانه فارغه. اول حاجه هنا كتحدد الجنس ديالك، واش ذكر او لا انثى. تعمر النوم ديالك، وكذلك البرينوم، دات دو نيسونس، والنيميرو ديال التليفون ديالك يكون صحيح. ضروري هاد المعلومات يكونوا صحاح. مزيان، هنا تحدد الريجيون فين كتسكن، اش من جهه، وكذلك كتحدد لافيل المدينه فين كتسكن، وكتكليكي على هاد كونتيني. غادي توجه مباشره لهاد المرحله الثانيه. هنا كتحدد النوفو سكولير ديالك، وكذلك كتختار النوفو سكولير ديالك، كتدخل الايميل ديالك، كتدخل النمره ديال لاكارت ديالك، كتكري واحد المود باس، وكتعاود تكونفيرمي المود باس اللي كنتي دخل. وفاش غتعمر هاد المعلومات غتكليكي على هاد كريي مون كونط. صافي. مزيان، دابا هنا ندوزو حنا للمرحله الثانيه اللي غنكملوا فيها التسجيل ديالنا في المؤسسه ديال التكوين المهني. غتبقى في نفس الصفحه، وغادي تكليكي دابا على هاد انسكري، نفس اللي ضغطنا عليها في المرحله الاولى. غادي يوجهنا لهاد الصفحه. حنا نختاروا هاد اللوغو ديال او اف بي بي تي، المؤسسه ديال التكوين المهني، وغنكليكيو على سويفو. هنا غندوزو من هاد الربعه ديال المرحلات. اول حاجه كيعطينا هنا بعض المعلومات اللي ديجا كنا دخلناهم في المرحله الاولى. هنايا دابا يبقى لينا حنا ندخلوا رقم مسار ديالنا، غتلقاوه في شي شهاده ديال البكالوريا او لا شهاده مدرسيه او لا شي نتيجه عندك قديمه، وغتكليكي على هاد سويفون. مزيان، هنا غيدينا لهاد المرحله الثانيه. هاد المرحله نختاروا فيها النوفو سكولير ديالنا. مزيان، هنا كيعطينا هاد المعلومات ديجا ما عندناش الحق نغيروا فيهم. حنا كنختار هنا غير النوفو سكولير، وغنكليكيو على هاد سويفو. وغادي ندوزو لهاد المرحله الثالثه. هنا كنختاروا المدينه فين كاينه المؤسسه ديال التكوين المهني اللي بغينا نكملوا فيها الدراسه ديالتنا. اوكي، هنا تختار المدينه ديالك، هنا تختار المدينه فين باغي تقرا. انا مثلا نختار مدينه خريبكا، راه غاديين بالترتيب. هنا نختار المؤسسه ديال التكوين المهني اللي كاينين في مدينه خريبكا. هنا تيب دو فورماسيون غنختاروا ديبلوم، ركزوا معايا ديبلوم. اوكي، غنختاروا ديبلوم، وغادي ندوزو لهاد النوفو ديال فورماسيون. غنختاروا واش دفعتي بالباك تلقى تكنيسيان سبيسياليزي، دفعتي بنيفو باك تلقى تكنيسيان. وهنا تلقى لو شوا اللي هما الشعب اللي كاينين بالمستوى اللي دفعتي ليه.
اوكي. وغتكليكي على سويفون وغادي دوز لهاد المرحلة الأولى اللي كيطلعوا لك لي زانفورماسيون ديالك كتأكد منهم، إلا كانوا صحاح كتكليكي على هاد فاليدي. مزيان، دابا عندنا هنا لانفورماسيون ديالنا اللي كنا دخلنا راه تفاليدات، غنكليكيو على هاد كونتيني باش نمشيو نحطو الوثائق ديالنا ونخلصو مصاريف الملف. غنتسناو شوية فاش غنكليكيو على كونتيني ما دير والو، غادي يوجهك مباشرة لهاد الصفحة. هنا غادي نلقاو اتاشي لي بياس، هذا هو البرونش اللي كنا اللي دفعنا ليه دابا النيت. غنلقاو اتاشي لي بياس هنايا. فاش تلقى اتاشي لي بياس تضغط عليها، هاد الاختيار الاولاني اللي كيكون على اليسار ديالك تضغط عليه. هنايا غادي توجه لهاد الصفحة، غتلقى هنا عاوتاني لي بياس هادي اللي باللون البرتقالي، الضغط عليها باش تمشي تحط الوثائق ديالك. مزيان، هنا عاطينك الوثيقة الأولى اللي هي أكت ناسيونال، اللي هي صورة البطاقة التعريف الوطنية، والحجم ديالها ميكونش كبير على ما أعتقد. الحجم اللي كانوا طالبين واللي باقيين طالبين اللي هو ميكونش فيه 800 كيلو بايت في حجم الصورة. مزيان، غنتسناو شوية غنلقاو بلي راه هاد الفيشي اللي كنا دخلنا راه تحط هنايا، هو هذا راه تحط. دابا ندوزو للفوطو، الصورة الشخصية ديالتنا، وغنكليكيو غندخلو الصورة وغنتسناو شوية غادي تطلع لينا الصورة هنايا. من بعد فاش غطلع لينا الصورة غتبقى آخر حاجة اللي هي شهادة مدرسية. اوكي، اللي هي هادي غندخلها. غنتسنى شوية هاد الصفحة غادي تبدل، غادي يطلعوا لينا دابا كيفاش غادي نخلصوا مصاريف الملف. عندنا جوج طريقات. الطريقة الأولى كما تلاحظوا معايا دابا هنا كلهم دازوا، وقلنا لكم كاينين جوج طريقات باش تخلص المصاريف ديال الدوسي ديالك اللي هي 50 درهم. الطريقة الأولى عندك بالحساب البنكي ديالك اللي هي هاد الاختيار الأول، تخلص بالبطاقة البنكية ديالك. إلا ضغطتي عليها على هاد الشكل غيطلع لك هاد الميساج، تكليكي على وي وغنتسناو شوية. غادي يعطينا هنا الصفحة اللي غادي ندخلو فيها معلومات البطاقة البنكية ديالنا. إلا بغيتي تخلص بالبطاقة البنكية، هنا كتدخل المعلومات الخاصة بالبطاقة البنكية. بالنسبة إلا بغيتي تخلص بتمشي لكاش بليس تعطيهم الكود، غتمشي تكليكي على هاد الاختيار الثاني، هاد الطريقة الثانية باش تخلص مصاريف الدوسي، وغادي يوجهوك لهاد الصفحة اللي يعطوك فيها واحد الريب، واحد الرقم. هاد الرقم تديه لكاش بليس او لا تختار اش من بنكة هنا عندك وتخلص المصاريف ديال التسجيل. كذلك ممكن لك انك تسجل في اكثر من تخصص، لكن خصك على اي تخصص تسجلتي فيه تخلص مصاريف ديال التسجيل باش يتقبل ليك التسجيل ديالك بشكل عادي. وهذا الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. اللي عنده اي سؤال او لا اي ملاحظة يشاركها معنا في التعليق. في حال لقيتي شي مشكل في التسجيل تقدر تطرح علينا المشكل اللي لقيتيه، راه غادي نجاوبك ان شاء الله. ونتمنى لكم كاملين النجاح والتوفيق والتيسير ان شاء الله في المسيرة الدراسية ديالتكم. وما تنسوش الخوت تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس باش اي حاجة تحطات على التكوين المهني المنح من هنا لقدام غادي توصلكم على شكل اشعار في التليفون ديالكم.